بتحلموا باللحظة اللي تسمعوا فيها كلمة بابا أو ماما لكن لسه منتظرين؟ أكتر من 15% تقريبا من الأزواج بيواجهوا مشكلة تأخر الحمل أو تأخر الإنجاب. علشان كده تعالوا نعرف إيه أهم أسباب تأخر الإنجاب عند الأزواج. من أشهر الأسباب عند السيدات مشاكل التبويض أو تكيس المبايض أو ضعف البويضات، ومشاكل الرحم زي التصاقات أو وجود أورام ليفية عند السيدات. أما بالنسبة لعند الرجالة ممكن ضعف عدد الحيوانات المنوية أو انخفاض جودتها أو زيادة التشوه فيها أو مشاكل هرمونية، زيادة نسبة اللزوجة. وفي أسباب مشتركة عند الرجال والسيدات زي السمنة والتوتر أو تأخر الزواج أو عدم انتظام العلاقة الزوجية، وأحيانا ممكن يكون مفيش سبب واضح ودي بنسميها تأخر حمل أو إنجاب غير معلوم السبب، وده بيشكل تقريبا 20 ل 25% من السيدات. وعشان كده لو عدى 6 شهور ما حصلش فيهم حمل، خاصة لو العمر فوق ال 30، لازم نبتدي ناخد خطوات إيجابية للبحث عن الاستشارة الطبية. أما لو عدى سنة بدون نتيجة يبقى الموضوع محتاج تدخل طبي مع دكتور متخصص، و85% تقريبا من الحالات لها علاج، والقرار الأول يبتدي بخطوة منكم. دكتور محمود إسماعيل، دكتوراه واستشاري أمراض النساء والتوليد، دبلوم طب الجنين، دبلوم الحقن المجهري وجراحة المناظير، جامعة برمنجهام بإنجلترا.